وبركاته. أحبابنا، الحمد لله سبحانه الذي يرى مكاننا، وطالما أننا علمنا أن الله يرى مكاننا فلا يجوز أن نخالف في الأفراح أمر ربنا. وأشهد أن لا إله إلا الله يسمع كلامنا، فطالما أن الله يسمع كلامنا فلا نقول قولا إلا على ميزان الكتاب وسنة حبيب قلوبنا. نصلي ونسلم على سيدنا النبي اللي أنا مش شايف حد بيصلي عليه إلا قليل قوي. مش عارف انتوا قاعدين في فرح ولا قاعدين في ايه بالظبط. الواحد في الافراح يا حبايبي المفروض يكون فيه ابتسامه. انا عارف انك مصدوم ان الفرح يبقى في القاعه اللي زي دي اللي بيبقى فيها بهجه وفرحه وسعاده ورقص واغاني، وديك في الشركه تركن وتفحر وتمحر، ونجيب الجوازه الشيك الوزه واحلى دي، وعلى باب حارتنا حبيب القلب قابلني قلت له مد الوصال، خلع النعل وناولني، والكلام التافه الفارغ اللي تلاقي الناس تفرح في اول ليله وتاني الليالي تلاقي الغم والكرب ومحكمه الاسره تتملي. ليه؟ لان احنا عندنا قاعده مهمه في سوره طه. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هل الرقص مع العاريات اتباع لهدى الله؟ يبقى عمر الفرح ما هيبقى فيه سعادة بعد كده. السعادة بتبقى في أول ليلة بس سعادة وهمية، لأن الشياطين حاضرة وعمالة تتفطط واختلاط وكلام فارغ، وواد يخبط على دماغه وسطه ويغني للحمار ويقول لك بحبك يا ايه؟ اوعى تنطق. بحبك يا حمار. طيب ماشي. فالشاهد أيها الأحبة الكرام، مثل هذه الأعراس التانية دي الله جل وعلا اللي بيصدق ربنا يوحد الله. ربنا بيقول ايه؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اسأل أي واحد عمل الفرح بتاعه بمخالفة، لا تلاقيه فرحان ولا هي فرحانة، والمخالفات والمشاكل. بص كده كل واحد يفكر وهو قاعد، لأن احنا المفروض نحقق من خلال الزواج الغاية اللي ربنا جعل لنا الزواج من أجلها، اللي هي الراحة. اسأل كل واحد متزوج دلوقتي مرتاح؟ هيقول لك والله لا لقيت سكن ولا مودة ولا رحمة. فكر في فرحك كان شكله ايه؟ هل كان فيه رقص ودجي، ولا كان فيه قال الله قال رسوله وعملنا سنة؟ حتى لو الناس حست انها مضغوطة شوية. ده انا يا راجل يا طيب زمان لما رحت شبرا الخيمة، وافراح شبرا الخيمة ما شاء الله الله اكبر، اول ما رحت هناك يا حبايبي لقيت الشباب كانوا عاملين حساب ان احنا اللي نروح، بس افراح شبرا الخيمة كان كل افراحهم بمسرح كبير جدا زي اللي بتشوفه في الاذاعه والتلفزيون ده، واللي كان قايلين انه هيحضر السيد الفنان سعد الصغير، وكان معاه الراقصة مش هسمي الاسماء، وعملوا مسرح كبير والراجل كان ثري، وبعدين عنده التزام ومرضيش يصدم الناس هناك في شبرا الخيمة. لو قال لهم مشايخ جايين ولا واحد هيحضر. زي ما حضراتكم اول ما دخلنا كده بعض الناس عماله تبص علينا وتقول ده ليله سود. والله حصل في شبرا نفس الكلام. اول ما دخلنا كنا مجموعه جامده، انا ما اعرفش، الراجل ما قالناش ان الناس مستنيه سعد الصغير، وانا داخل عامل فيها الواد العلامه. اول ما دخلت لقيت على الصفين من ورا المسرح بعيد وعالي وما شاء الله فيه الاضواء، يعني كان معدل سعد مش معدل الشيخ.
اول ما دخلت لقيت على الصفين معلمين من بتوع شبرا، وما ادراك ما معلمين شبرا. الكل من ناحيه دي يشرب عمال يشد في الجوزه والدخان طالع، ومن ناحيه دي الدخان طالع. فقلت للي معايا الفرح ده احنا جايينه غلط. قال لا، ما هو الفرح ده اللي احنا حاضرينه، بس هنحكي لك القصه. اصل الراجل ده ما عرفش الناس ان انت اللي جاي والمجموعه اللي معاك، وان سعد مش جاي. قلت له سعد ده احنا شكلنا ان شاء الله مش هنسعد في الليله دي خالص، شكلي هتضرب لما اعدم النهارده. وانا داخل لقيت المعلم بقى شكله كده كان هو الكابتن بتاعهم. اول ما بصلنا كده واحنا داخلين من فوق لتحت قال ده ليله كوبيا. رحت داخل على الكبير، قلت اما رق قلبه بقى يمكن ربنا يسهل. اول ما دخلت عليه بقول له السلام عليكم يا معلم. قال لي سلام اخويا ورحمه الله. قلت له يا معلم انت بتشرب ايه؟ قال لي حشيش عشان نعيش، وعاوز يسد العمليه عليا عشان امشي. قلت له الناحيه الثانيه. قال لي بنجو عشان ننجو. قلت له طب ما تجيب هيروين. قال لي ليه؟ قلت له عشان تبقى ليه لطيف. قال لي شكلك ابن نكته وهتمشي معانا. انت رايح فين؟ قلت له ما انا اللي جاي. قال له امال سعد؟ قلت له الله يسعدك ده انا اللي جاي انا والمجموعه. قال لي خلاص روح يا اخويا روح. انا قلت الليله مش هتعدي. اول ما طلعنا فوق رحت جايب واحد كده صوته جميل زي الشيخ مصطفى. قلت له بص لو بدانا بالقران ان شاء الله هنتشرح. شبرا الخيمه على فكره فيها اخوان والدي من عيله درويش. انا صيدح بس مش عارف صيدح ده كده منين. يعني هم بيقولوا عائله شاميه ولكن انا اصلي مصري يعني. فالمهم اول ما رحنا هناك كده ما شاء الله الناس وشها اتغير، بس كان في المجموعه اللي قدام كلها عارفين ان احنا رايحين، فبدا يقعدوا بوقار والجوزه اشتغلت من ورا غل الدخان طالع زي ما ضرب الطوب. اول ما بدانا بقى بايه بقصائد عن سيدنا النبي. روحوا له روحوا له روحوا له روحوا له المدينة روحوا له. وبدأنا نغني بقى للنبي. الراجل راح قايم من السلطة وساب الجوزة وطلع على المنصة فوق واخد الميكروفون مني وقال علي الطلاق ما انتم مخلصين الا الفجر. قلت يا ريتني سبته يشرب حشيش. الشاهد انت ليه زعلان؟ لو انت زعلان ومتجوز هعذرك لان كل اللي متجوزين اهو. صلى على حبيبك النبي. مش قصدي انت بتضحك. يبقى بتضحك على ايه؟ هي هنا؟ لا اضحك. صح كده عندك حق. لو متجوز وزعلان انا عذرك لان هي كلها اسبوع واحد والعريس بس. اعتقد ان الفرحه عنده هتدوم لان اللي بيمشي مع الحي القيوم ربنا بيفرحه. أيوة السعادة مع الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.